بتستخدم تليفون سامسونج؟ اتفرج على الفيديو ده. في الفيديو ده هنتكلم عن ميزة جديدة من مميزات الجاليري لابس او معامل المعرض. هتخش على الجاليري او المعرض بتاعك، وبعد كده هتدوس على العلامة اللي تحت هنا الثلاث شرط، وتدوس بعد كده على علامة السيتنجز او الاعدادات لو انت تليفونك بالعربي. هيظهر لك قائمة تنزل لغاية الاخر خالص، وهيظهر لك في الاخر حاجة اسمها عن المعرض او about gallery. بتدوس عليها وبعد كده بيظهر لك هنا كلمة، هتفضل تدوس على الكلمة دي زي ما انت شايف كده لغايه اما تتفتح عندك اللابس او معامل المعرض. لما ترجع واحده وتنزل كده هيظهر لك اختيار جديد ما كانش ظاهر قبل كده، حاجه كده سامسونج عاملاها مخفيه للناس المحترفين جوه الاعدادات بتاعتها. بتخش على الجاليري لابس، ولو عايز تقفلها وما تبقاش باينه مره تانية من فوق هنا بتدوس على الاون دي تقفلها، خلاص بترجع مره تانية تختفي، وانت كده عرفت ازاي تفتحها وتقفلها. النهارده هنتكلم عن ميزه وهي سيف از بي دي اف. ازاي تحول صوره او مجموعه صور من جوه الجاليري بتاعك لبي دي اف بمنتهى السهوله. كل اللي انت هتعمله انك هتفعل الموضوع ده من هنا، وبعد كده تروح على الجاليري بتاعتك ونشوف بقى هنعملها ازاي. دلوقتي رجعنا مره تانية على الصور بتاعتك وبندوس عليه وبنختار صوره او اكتر على حسب ما انت عايز، وبيظهر لك هنا تحت على الشمال كلمه كرييت. بتدوس على كرييت فبيظهر لك كلمه جديده سيف از بي دي اف. لما بتدوس عليها بيقول لك ديفولت اوردر او ريفرس اوردر. يعني ايه؟ يعني هو هياخد الصور بالترتيب اللي انت عملته ويحطها في بي دي اف، ولو علمت على اخر كلمه ريفرس اوردر يعني بالعكس، يعني تقدر تخلي الصور اللي انت حطيتها من الاخر للاول تتحط جوه البي دي اف. فانت هتدوس على الديفولت او العادي وهيحول لك الصوره بتاعتك على بي دي اف، وبالطريقه دي تقدر تحطها في نوت او حتى تبعتها في ميل او تبعتها على واتساب زي ما انت عايز بمجموعه الصور اللي انت عاملها. وانا تامر، وفي الاخر بقى ما تنساش تعمل سيف الفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديده.